ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام كلها بخير. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا مختلف شوية وبسيط شوية. عندي بقى هنا عندي الكوسة الصغيرة البلدي دي، لسه جاية من الارض حالا، مجموعة من الارض حالا. حلوة قوي، وطريقتها عاملها بطريقة سهلة جدا جدا، وهتتعمل بسهولة، وهتستوى في مجرد 3 دقايق بالظبط تكون مستوية ان شاء الله. عندي بقى حوالي كيلو من الكوسة، وهجيب بقى المقشرة دي. انا مش هقشرها بالمقشرة دي، انا هقشرها بالمشرشرة دي، ولو عندك سكينة برضو مشنشرة ممكن نستغنى عن المبشرة دي. اجي بقى كده اخد الكوسة وهعملها كده. انا بحب اعملها تكون مضلعة كده علشان تدي شكل حلو في الطبيخ اهو، زي ما انتوا شايفين كده. لو عندك سكينة اللي هي المشرشرة دي برضو بتبقى حلوة جدا برضو، بس انا بقى هعمل بالحاجة اللي عندي. الجيش قالك ايه؟ الصرف. فهنتصرف بقى ونعمل باي حاجة عندنا تكون مشنشرة كده. السكينة المشرشرة والله بدور عليها من الصبح مش لاقياها، ومش عارفة الحاجة لما بنعوزها ما بنلاقيهاش. المهم بقى عملت الكوسة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. هي الكوسة صغيرة جدا جدا، حجم صغنن خالص خالص، عشان كده هتستوي بسرعة. وهي اللي هي الكوسة البلدي الحلوة دي تنفع برضو تتحشى، تبقى خطيرة خطيرة في الحشية اهو. عاوزين نعملها بقى بطريقة حلوة كده، وتكون مسكرة، وتكون تستوي بسرعة معانا، وتفضل محتفظة بالشكل بتاعها الحلو ده، ما تتخرش مننا، لان هي بلدي. بقول لكم ما بتاخدش والله العظيم بجد وقت خالص خالص، لان انا بقول لكم لسه جاية من الارض حالا، فطبيعي ان هي مش هتاخد وقت في السوا، ومش هتاخد وقت معانا في الطبيخ، ولازم نحافظ عليها كده علشان ما تتهرش معانا. زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي. انا الصراحه بحب اعملها مشرشره كده، ما بحبش اعملها بالمبشره عشان ما تكونش بيضه. انا بحب اللون الاخضر ده يكون لسه فيها كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا دي في المحشي تبقى تحفه 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 جميله، بس برضو نكون منقيينها كبيره شويه عن دي عشان نعرف ايه نحشيها، ونعرف نفحتها او نقورها على حسب ما بتقولوها عندكم ايه اهو. انا بحب الكوسه الصغيره دي جدا جدا جدا، احسن من الكبيره كتير قوي. بتبقى حلوه كده في الطبيخ، وبتبقى مسكره. اما اللي هي الكبيره دي ما تحسش بطعم اصلا الكوسه خالص اهو. عملتها بقى كلها اهو، زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا. هنغسلها بقى اللون الاخضر ده مع الطماطم بقى، نعملها بطماطم خفيفه كده ما تكونش تسبيكتها تقيله. اللون الاخضر ده بيبقى حلو جدا جدا. هغسلها بقى وهرجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين كده انا قطعت البتاع الكوسه كلها، قشرتها كده اهو زي ما انتم شايفين وغسلتها. نبدا بقى نشيل الجزء اللي هو اللي فوق ده اهو، هشيلهم كلهم. والجزء برضو اللي تحت ده لو محتاج ان هو يتشال اهو. شوفوا بقى ما شاء الله حلوه خالص وصغننه، وهتستوي بسرعه اهو. نشيل بقى دول كده. هنبدا بقى نقطع الكوسه. انا مش هعملها تكون رفيعه قوي عشان ما تتهرش، يعني السمك ده كده اهو.
بصوا بقى يا حبايب قلبي، دلوقتي انا قطعت الكوسه زي ما انتوا شايفينها كده، قطعتها بالحجم ده علشان ما تتهرش معانا وتفضل محتفظه بشكلها. وعندي هنا بصلايه حجم وسط كده، هحطها على الكوسه كده. انا بحب اعمل كله ني في ني، وطبعا مش هنحط للكوسه ملح خالص دلوقتي. فانا عندي هنا بقى عملت الثوم دقيته بسكر مش بملح، عشان نكون ايه مع بعض كده ماشيين تمام. دقيت الثوم بسكر ما دقيتوش بملح، لان لو حطينا ملح فالكوسه السوي بتاعها مش هيكون ايه تمام معانا كده. اهو هنديلها تقليبه كده بالثوم اللي احنا دقينه بالسكر والبصلايه. عندي كمان هجيب كده شويه من الزيت، اي نوع زيت، زيت تموين، زيت عباد، اي زيت عندكم. نحط كده شويه اهو. وهرفع بقى الكوسه دي على النار. رفعت بقى الكوسه على النار زي ما قلت لكم كده اهو، ما شاء الله. رفعتها على النار كده عادي، اللي يقع ما نجيبوش عادي. اغطي عليها بقى واسيبها ايه تاخد كده سوي بسيط لحد ما احس ان الكوسايه بدات تدبل معايا كده وتلين، يكون احنا جهزنا الصلصه بتاعتنا. يبقى احنا حطينا لها دلوقتي الثوم بالسكر والزيت والبصل بس، ما حطيتلهاش اكتر من كده اهي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دلوقتي زي ما انتوا شايفين الكوسه بدات تدبل معانا خالص اهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولونها بدا ايه يغير كده معايا. انزل بقى عليها برشه كده خفيفه من الفلفل الاسمر، ورشه كده من الكمون على الكزبره، ورشه كمان من القرفه. بصوا صراحه الثلاث بهارات دول هم دول اللي بعتمدهم في اي اكله، يعني دول بيخلونا نستغنى عن اي بهارات بصراحه. اولا ما بيغيروش في طعم الاكل حاجه، بيخليكي محتفظه بطعم الاكله نفسها. طبعا البهارات بتغير طعم الاكل كتير بتعمل لها ريحه وكده. القرفه قادره تعمل اي ريحه اي نوع بهارات تاني بيعملها. زي ما انتوا شايفين كده بدات لونها يغير خالص اهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انزل بقى عليها بعصير الطماطم بتاعنا اهو. انا عصره بقى حوالي 4 طماطميات كده. انزل بعصير الطماطم كده ما شاء الله اهو، وهديلها تقليبه بقى بسيطه كده اهو. وبعدين هعلي عليها النار تاخد قلبه كده، وبعدين اوطي عليها النار تستوي براحتها خالص. طبعا كل ده ولسه ما حطيتلهاش اي ملح خالص. تمام، هنغطي عليها بقى. دلوقتي بقى وصلت لنهايه الفيديو بتاعنا ده. الكوسه بتاعتنا بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله حلوه قوي قوي. دلوقتي بقى اغرفها كده في الطبق بتاعنا عشان اوريكم ازاي الكوسه جميله قوي. وزي ما هي مفيش ولا واحده مكسوره اصلا، ولا واحده مهريه، ولا واحده مش مظبوطه. شوفوا ما شاء الله اهو. ناخد دي بقى على جنب كده. شوفوا ما شاء الله حلاوتها وجمالها، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اتمنى بقى تكون طريقتها عجبتكم والفيديو كمان عجبكم، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله. باي باي.